jungle. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله الحلقه الرابعه من سلسله تعليم فن الكونغ فو. النهارده ان شاء الله هناخد او هنكمل الجزء الثالث او الجزء الاخير في تعليم التشريحيات. خدنا اول حاجه تعليم التشريحيه بالاطاله، الثاني تعليم التشريحيه وكيفيه الضرب بالتشريحيات، الجزء الثالث تعليم التشريحيات مع الصفع في الايدين. من وضع الوقوف، الشمال قدام، اليمين ورا، ايديا الشمال قدام، ايديا اليمين في الوضع الجانبي اهو الوضع، الشمال قدام مع رجلي الشمال مقابل لرجلي الشمال، اليمين على فخذ رجلي اليمين، بطلعها عموديا بالوضع ده، باخد الدوران بتاع ايديا بالوضع ده من مفصل الكتف، واحد تاني، واحد اثنين، بضرب ركلة تشريحية أمامية مستقيمة بس بوش الرجل، وبعمل صفع في الإيدين. واحد يبقى كل اللي بعمله رجلي الشمال قدام، رجلي اليمين ورا، واحد، ايديا اليمين على فخذ ايديا اليمين، وايديا الشمال بتبقى بالوضع ده مستقيمه، بفرد ايديا اليمين بتبقى عموديه، باخد دوران من مفصل الكتف، وايديا اليمين بتيجي تحت ايديا الشمال. في الوقت اللي بتيجي فيه ايديا اليمين تحت ايديا الشمال، باخد رجليا وبعمل تشريحيه مع صف بوش القلم. واحد اثنين، ده النوع الاول من التشريحيات، التشريحيه الاماميه مع الصفع. النوع الثاني التشريحيه الدائريه مع الصفع. ضغط فتحا بالوضع ده، رجلي الشمال قدام، اليمين ورا، ايديا مفتوحه بالوضع ده، مش بوضع الكبد، بوضع جانبي، وباخد التشريحيه الدائريه، باخد بجذعي ناحيه الشمال ناحيه رجلي الشمال، وباخد برجلي تشريحيه دائريه وبخبط ايديا. واحد نفس الكلام ناحيه ايديا الشمال قدام، اليمين ورا، باخد واحد دي التشريحيه الدائريه الخارجيه مع الصفع. بعد كده باخد التشريحيه الداخليه مع الصفع، بفتح ايديا نفس الكلام في الخارجيه، وباخد رجلي اليمين على ايديا الشمال. واحد العكس، واحد يبقى كده وصلنا لنهاية حلقتنا، الحلقة الرابعة، كيفية عمل تشريحية مع صف أو التشريحيات بالصفع. وكده يبقى خلصنا الثلاث أجزاء بتوع أو الخاصين بالتشريحيات. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.